وزير الثقافة والخبير السياحي عادل حسني. البرنامج من تقديم رمسيس ومن إخراج شكري أبو عميرة. يا تلفزيون يا تلفزيون يا اللي دخلت بيوت مصر كلها وما اكتفيتش بيها، رحت ناطط كمان على الدول العربية كلها عشان يبقى المشاهدين بدل 60 مليون يبقى 150 مليون. دايما يقولوا هو فاروق حسني، دايما اسال الناس كتير قوي هو فاروق حسني اخو دكتور عادل حسني، يعني هو في تشابه في الاسماء وفي تشابه في الهويه. لا هو اخويا طبعا. مش شك اكثر يعني التشابه في الاسم ده، انتوا ما فيش اي قرابه بينكم؟ والله هو احيانا القرابه ما بتكونش اكثر حمامه من الصداقه، يعني احيانا بيعتمد على الصديق اكثر من القريب، وجميل ان يتشابه الاسماء كمان، يعني اصل تشابه الاسماء ده بيدي انطباعات عن كل واحد والتاني. فدايما اما بتتكلم عن فلان واسمه متشابه مع فلان بتستحضر فورا الشخصيه الثانيه، فجميل ان الشخصيتين الحمد لله يعني كل واحد فيهم له سكته وله رؤيته في الحياه وليه كمان تجاربه، فبالتالي عندما يذكر اسمي بيستحضر عادل حسني، وعندما يذكر اسم عادل حسني بيستحضر اسم فاروق حسني، وده كويس في حد ذاته. لا حلو جدا. طيب انا هدي الميكروفون برضه للدكتور عادل حسني عشان يقول اللي بيجمعك بالفنان فاروق حسني. انا يربطني بالفنان والصديق والعزيز والوزير فاروق حسني حاجات كتيره قوي، وعلاقتي بالعزيز فاروق حسني قبل ما يبقى وزير بكتير قوي، يعني بسنين طويلة من أيام فرنسا وإيطاليا، وإقامة المعارض اللي له هنا في الوقت ده، وكان بيجي مخصوص ويقطع وياخد الأجازة بتاعته الخاصة عشان يجي يعمل المعارض بتاعته هنا. فالعلاقة من قديم الأجل زي ما بيقولوا أو من زمان قوي. أنا بيتهيألي إن إحنا كمان منسجمين، فينا خيط بيربطنا ببعض، خيط فني صغير، متفاهمين قوي في حاجات كتير. فالتفاهم بتاعي وانا لما بكمل حاجه او اقول حاجه الاقيه هو فاهمها عارفها، هو بيقول حاجه بلاقي نفسي انا كمان يعني متماشي معاه فيها وعارفينها كأن احنا عارفينها احنا الاثنين. ففي حاجه بتربطنا، يمكن شعور خافي بنقول عليه او خيط خفي مش باين، هي دي اللي يمكن بتثبت الصداقه اكتر. ده بالاضافه الى اننا بلديات، فاحنا اسكندرانيه زي بعض. في كتير قوي ما يعرفوش ان فاروق حسني اسكندراني، وفي كتير جدا ما يعرفوش ان عادل حسني اسكندراني، انما يمكن دلوقتي حتى لما بنقول بجد انتوا بجد يعني بتحصل كده حاجات كتير جدا. الصحبه دي وحشانه والفرحه مش سيعانه،
حضرتك هتتنازل كده وتكتب لنا تفويض بان الدكتور عادل حسني يتولى مهام وزاره الثقافه لمده حلقه واحده من برنامج يا تلفزيون يعني يسقط بعدها التفويض. معلش شوف انا فاجئتك. انا ما اقدرش افوت حد يبقى وزير. انا فاجئتك. احنا هو كل الوزراء فوضوا خلال حلقه التلفزيونيه فقط. بس ده مش من حقه. لا يبقى كل الحلقات اللي فاتت غير قانونيه. طبعا افوض. ايوه. الدكتور عادل حسني للقيام بس نراقبها احسن حد ياخد باله احسن واحد يستغلها ولا حاجه. الثقافه هنا طبعا قانونيه والقيام ده عمل ما هوش لمده حلقه واحده. حلقه واحده من برنامج يا تلفزيوني. الحلقه دي بتاخد قد ايه سنه؟ بس امضي. ايوه حضرتك تمضي. والله ده انت هتودونا في داهيه. حضرتك تمضي يا دكتور عادل. قبلت التفويض. بالقبول يعني. قبلت التفويض. قبلت التفويض يا سيدي. الله لا ترجع تلاقيها وزاره. قبلت التفويض. هي امضى جميل. امضى سياسيه دي.